قبل ما نبدأ فيديو النهاردة محتاج منكم طلب انكم تدعموا القناة بلايك واشتراك وكومنتات، لان ده اكبر دعم بتقدموه لنا واكتر حاجة بتخلينا نستمر في تقديم المحتوى. وشكرا ليكم جدا وكل اللي بيدعمنا سواء بلايك او بشير او بكومنت. ويلا نبدأ فيديو النهاردة. ولو حد كان قال لي من سنة ان حياتي هتاخد المنعطف الغريب والمرعب ده كنت هضحك ومش هصدق، بس اديني اهو بحاول اجمع الاحداث اللي حصلت في مدرسة كاثوليكية قديمة، المكان اللي بدأت فيه مسيرتي كمدرسة اطفال. المدرسة دي كانت عبارة عن مبنى قديم وضخم بأقواس قوطية وحيطان حجرية صامدة وشاهدة على قرون من التاريخ. فاكرة كويس خليط الحماس والتوتر اللي حسيته في أول يوم ليا. حسيت إن دي هتكون البداية اللي هتغير حياتي للأحسن، بس وأنا ماشية في ممرات المدرسة المظلمة ما كنتش لسه عارفة الأسرار المرعبة اللي بتخبيها. حسيت بعدم راحة وانقباض في قلبي غريب ما كنتش فاهمه وقتها. وصولي للمدرسه جه بعد فتره صعبه من المشاكل الشخصيه. انا كنت لسه فاقده خالي اللي كنت بحبه جدا، فقدته في ظروف غامضه. خالي كان محقق في الظواهر الخارقه للطبيعه وعنده شغف بكشف الحقيقه وراء اي ظاهره ملهاش تفسير. وفاته حصلت وهو بيحقق في قصر كان مشهور انه مسكون. في ليله رجع البيت وهو معاه دميه شكلها غريب، ما كلمش اي حد وقتها واخد الدميه دي ودخل على اوضته على طول. وتاني يوم الصبح ما خرجش من الأوضة بتاعته على غير العادة. بعدها اكتشفوا إنه توفى. التقارير الرسمية بتقول إنها كانت أزمة قلبية، بس أنا كنت متأكدة إن في حاجة أغرب من كده حصلت، لأن الدمية دي اختفت تماما وما بقاش ليها أي أثر. موته المفاجئ ساب جوايا فضول كبير ناحية الماورائيات ورغبة في الفهم ما كنتش معترفة بيها وقتها، لحد ما دخلت برجلي جوه المدرسة دي. الموضوع ما أخدش وقت طويل علشان الحاجات الغريبة اللي في المدرسة دي تبدأ تحصل. أول حاجة حصلت وكانت بعد وقت قليل جدا من وصولي للمدرسة إن شفت واحدة ست لابسة طرحة سودة على وجهها واقفة في صمت في المقابر اللي ورا المدرسة. كنت بشوفها من شباك الفصل، شخص وحيد واقف وسط شواهد القبور القديمة. كان وجهها عامل زي وجه الغراب من بعيد، بس ما كنتش قادرة أتحقق من ملامحه قوي. وفي كل مرة كنت بحاول أقرب علشان أشوفها بوضوح كانت بتختفي كأنها مجرد خيال. لما كنت بسأل طاقم المدرسة عن الست دي وعن اللي شفته كانوا بيصدوني، وأحيانا ما كانوش بيرضوا يجاوبوا على سؤالي كأني بتخطى حدود المفروض ما كنتش أتكلم فيها. واللي كان بيرد عليا منهم كان بيديني تفسيرات مش منطقية أو أحيانا بيغيروا الموضوع، بس أنا كنت عارفة إنهم مخبيين سر ومش عايزين يقولوهولي ولا عايزين نعرفه. لكن الأطفال ببراءتهم حكولي حاجات تانية، اتكلموا عن أشباح بتلف في المدرسة، شخصيات مش حقيقية. ولما سألتهم عرفوا منين إنهم مش حقيقيين قالوا لي علشان ما بيظهروش في المرايات. الكلام ده خلى جسمي أشعر ورجع لي ذكريات حكايات خالي عن الأرواح والأشباح. في يوم بعد الظهر كان الجو ضبابي جدا والضباب كان مغطي المدرسة كلها. في اليوم ده شفتها للمرة التانية، الست اللي لابسة طرحة سودة. المرة دي كانت أقرب لمبنى المدرسة وقدرت أشوف ملامحها بوضوح أكتر. كانت لابسه قناع شكله غريب على وجه غراب او نفس القناع اللي كان بيلبسه طبيب الطاعون زمان. عينيه فارغه وخلاني احس برعب لاني ما قدرتش انسى الملامح دي ابدا. الليله دي فضلت صاحيه طول الليل وصوره قناع الغراب محفورة في دماغي. وقتها حسيت ان في حاجة غريبة بتحصل في المدرسة، حاجة لسه ما اكتشفتهاش، زي ما يكون الخيالات اللي بتظهر في المدرسة دي وراها سر وانا لازم اكتشفه. الحاجات دي كانت بترعبني وبتصير فضولي في نفس الوقت. افتكرت صوت خالي، كان في حاجة بتدفعني ان اتعمق اكتر علشان اكشف الحقيقة ورا الخيالات دي. تاني يوم بدأت انبش في تاريخ المدرسة وكان واضح ان المبنى القديم ده والناس اللي فيه وراهم حكايات اكتر بكتير من اللي واضحة. الاحداث الغريبة بدأت تزيد واتطورت من مجرد خيالات بشوفها لحد حاجات ملموسة ومقلقة أكتر. في يوم الصبح وانا ماشيه في الممرات الهاديه للمدرسه سمعت صوت همس خفيف كان باين انه جاي من اللاشيء ومن كل مكان في نفس الوقت. وقفت وركزت علشان اسمع، وفجاه الهمس توقف كانه حس بيا وبتركيزي معاه. في الفصول الحاجات بدات تتحرك لوحدها، الكتب كانت بتقع من على الارفف بدون سبب والشبابيك كانت بتفتح وتقفل كأن في ايدين خفيه هي اللي بتحركها. في ليلة وانا بتمشى في الممرات الضلمة بعد انتهاء اليوم الدراسي اكتشفت حاجة غريبة. ميس نعمة
مدرسة الإنجليزي اللي شغالة في المدرسة بقالها أكتر من 30 سنة. شفتها من بعيد كانت مستخبية في ركن بعيد وماسكة سيجارة مولعة. التدخين كان ممنوع تماما في المدرسة، ولو أي حد شافها من الإدارة ممكن تطرد فورا. استغليت الفرصة وقربت منها. عينيها وسعت من الصدمة والخوف لما لقتني قدامها. كنت عارفة إن معايا كارت كسبان دلوقتي وقدرت أستخدمه بسهولة. بصوت منخفض طلبت منها تحكي لي أكتر عن الست اللي بشوفها في المقابر دي والأحداث الغريبة اللي بتحصل في المدرسة. بتردد وبنظرة فيها خوف في عينيها ميس نعمة تكشف لي التاريخ الأسود للمدرسة. بصوت مرتجف قالت لي إن المدرسة دي مبنية فوق مقابر قديمة للسكان الأصليين للمنطقة. المعلومة دي خلت جسمي كله ينتفض. حكيت لي عن تاريخ الأرض دي المليان بالعنف والمجازر، وقالت إن في القرن ال18 المنطقة دي كانت ساحة معركة بين قبائل كتير من السكان الأصليين. الأرض دي اتسفك عليها دماء ناس كتير أبرياء. كان في طقوس قديمة وتعويذات ونوع من السحر الأسود اللي القبائل دي كانت بتمارسه. وبعدها المستوطنين جم وبنوا الكنيسة دي هنا وطردوا كل القبائل إذا ما كانش أصلا قتلوهم. وهي بتتكلم حسيت إن الهوا حوالينا بقى أكثر برودة والضلمة زادت أكتر. قالت لي إن الماسك ده مش مجرد قطعة أثرية عادية، ده كان رمز للقوة العظيمة والرعب بين القبائل. كانوا بيعتقدوا ان اللي بيلبس الماسك ده في الطقوس بياخد قدرة انه يقدر يتواصل من خلالها مع الارواح وبيطلب ارشادهم او يهدي غضبهم. في نفس الوقت كان نذير شؤم وعلامة على ان الحاجز اللي بين الاحياء والاموات كسر. كل ما كانت ميس نعمة بتتكلم كل ما كنت بستوعب اكتر اللي بيحصل في المدرسة دي وايه السر المرعب اللي ورا وجود الارواح. الست اللي بالاسود، الاصوات الغريبة والخيالات اللي بتظهر، كلهم كان لهم علاقة بالماضي المأساوي للمدرسة. الليلة دي وانا في سريري دماغي كانت مش مبطلة تفكير في المعلومات اللي جمعتها. اساس المدرسة اللي مبني على مقابر قديمة، تاريخ العنف، الطقوس المرتبطة بمسك الغراب الاسود، كل ده رسم صورة المكان مش بس مسكون بالاشباح، ده مكان مسكون بميراث من الالم والمعاناة. صممت ان اكشف حجم الالم ده كله والغموض اللي ورا المدرسة. قررت ازور المكتبة تاني يوم علشان ادور في السجلات القديمة واغوص في التاريخ الاسود اللي ورا المدرسة دي. في المكتبة كان في قسم محظور مش مسموح لأي حد يدخله غير راهبات الكنيسة. فكرة إن المدرسة مبنية على مقابر للسكان الأصليين ما كانتش بس مقلقة، لكن كمان خلقت جوايا شعلة من العطش إن أعرف أكتر عن التاريخ الأسود للأرض دي اللي ما كنتش أعرفه. إن قراري ده هيوصلني لاكتشاف مرعب، اكتشاف هيغير كل حاجة كنت فاكراها عن المدرسة. المكتبة كانت كنز مليان سجلات قديمة وقصص منسية، كتب مليانة تراب ومخطوطات قديمة مالية أرفف، كل واحدة فيها شايلة أسرار مستنية اللي يكتشفها. وأنا بقلب في السجلات عيني وقعت على قصصات جرايد قديمة ومذكرات بتتكلم عن تاريخ الأرض. كان فيها حكايات عن المعارك اللي حصلت والأرواح اللي ماتت والطقوس اللي اتعملت. في مذكرات معينة لفتت انتباهي، كانت خاصة بمدرسة اشتغلت في المدرسة دي في أوائل القرن العشرين. مذكراتها كانت مليانة بملاحظات وحكايات عن المدرسة، بس مع مرور الأيام كتاباتها بدأت تاخد طابع مرعب أكتر. كتبت عن أحداث غريبة ومواقف ملهاش تفسير شبه اللي أنا مريت بيها بالظبط. كتاباتها الأخيرة كانت هستيرية ومليانة رعب، وهي بتوصف إنها شافت شخصيات لابسة أسود وبتسمع همس في عز الليل. كل ما قريت أكتر كل ما استوعبت إن تاريخ المدرسة ده غرقان في ظواهر خارقة، دايرة من الرعب والأحداث الغامضة اللي استمرت لقرون. وعلاقة ده بمسك الغراب الأسود، الرمز اللي كان مرتبط جدا بتاريخ الأرض دي، كانت حاجة ما قدرتش أنكرها. في الليلة دي وأنا طالعة من المكتبة ممرات المدرسة كانت مظلمة ومخيفة أكتر من أي وقت فات. الضلمة والخيالات كانت بتمتد وتتلوى بشكل مش طبيعي. الهدوء كان تقيل ومليان أسرار لسه ما اتكشفت. عرفت ساعتها ان رحلتي في ماضي المدرسة دي لسه ما انتهاش. على مدار الايام اللي بعد كده المدرسة اتغيرت في عيني، ما بقتش مجرد مبنى قديم له ماضي، دي بقت مركز لظواهر ملهاش تفسير والغاز مرعبة. بدافع مختلط بين الخوف واني مصممة اكشف اللي حصل في المدرسة، قررت احقق اكتر. غرقت في السجلات القديمة في المدرسة وانا بقلب في الكشاكيل المطربة. حسيت بنسمة هوا بارد خفيف عدت من جنبي رغم ان الشبابيك كانت مقفولة. حسيت بوجود حد، كأن في روح بتوجهني. ايدي وقفت على دفتر قديم، ده كان عبارة عن سجل متسجل فيه اسماء الموظفين في المدرسة من عشرات السنين، واللي لقيته في الصفحات دي كان مرعب. كان في كشف باسماء المدرسين في فترة الاربعينات ومكتوب جنب اسمائهم عناوينهم واعمارهم وحالتهم الاجتماعية. بس لاحظت ان
كل كام سنة كان بيبقى في بعض المدرسات محطوط جنب أسمائهم علامة إكس. دي كانت علامة بتشير إلى إن المدرسات دول اختفوا من المدرسة في ظروف غامضة. الاختفاءات دي كانت ممتدة لسنين طويلة جدا، بس لاحظت إن كلهم كان فيهم حاجة مشتركة، وهي إن أعمارهم كانت في العشرينات، مش متزوجين، جايين من مدن ومحافظات تانية وعايشين لوحدهم. لما دورت اكتر لقيت ملاحظة صغيرة مكتوبة على هامش الصفحة. الملاحظة دي كانت مرتبطة باختفاء واحدة من المدرسات. كل ما اكتشفت اكتر كل ما بدأت استوعب اكتر السر المرعب اللي بيخبيه المكان ده. المقابر القديمة، الأشباح، الاختفاءات الغامضة، ومسق الغراب الأسود، كلهم لهم علاقة ببعض. كأن المدرسة نفسها بتحاول تتواصل معايا علشان تكشف لي أسرارها. بس إيه علاقة كل ده بيا أنا؟ ما كنتش قادر أفسر المعلومة دي. تاني يوم رجعت المكتبة. الهوا كان تقيل المرة دي ومشحون بطاقة غريبة ومرعبة. كان عندي إحساس داخلي إن على وشك اكتشاف كبير، وساعتها شفتها. الست اللي لابسه اسود وماسك الغراب واقفه في المكتبه وثابته ما بتتحركش. وقفت مشلول مكاني، كنت حاسه اني هموت من الرعب، بس ادركت انها مش عايزه تاذيني، هي بس كانت واقفه وبتبص لي بتركيز كانها حست بيا. طافت في الهواء وبدات تتحرك ناحيه الباب ببطء. قررت امشي وراها. المره دي ما كنتش خايفه، انما كنت مصممه اكتشف هويتها. فضلت ماشي وراها لحد ما راحت ناحيه الكنيسه القديمه اللي جنب المدرسه. الكنيسه دي كانت نادرا اي حد يدخلها. الست دخلت الكنيسه والضلمه ابتلعتها. دخلت وراها. الكنيسة جوه كانت غرقانة في الضلمة، وفجأة الست دي اختفت قدام عيني كأنها دابت في الهواء. وفي مكانها لاحظت ان في قطعة من الارض شكلها مختلف. كان باب سري في الارض ما كانش واضح، اكن اللي عمل الباب ده كان متعمد انه يخليه مختفي ومش اي حد يقدر يشوفه. اخدت نفس عميق وفتحت الباب. نزلت على سلالم ضيقة بتلف لتحت في الضلمة. الهوا كان بيزداد برودة كل ما بنزل أكتر، لحد ما لقيت نفسي في أوضة سرية تحت الأرض. الحيطان كان مرسوم عليها رموز لطقوس قديمة. في نص الغرفة كان في ترابيزة للقرابين، وفوقه كان متعلق مسق الغراب الأسود بعيونه الفاضية السوداء. الأوضة بدأت تضلم أكتر والهواء بقى تقيل. حسيت بوجود قوة شريرة صحيت بسبب دخولي، ووقتها الحقيقة المرعبة بدأت توضح قدامي. الأحداث الخارقة والهمس والروح اللي في المكتبة دول ما كانوش مجرد أشباح، دي كانت تحذيرات. المدرسة دي كانت مكان لطقوس مستمرة من قرون، طقوس بتطلب تضحية. وأدركت بصدمة مرعبة إن أنا الضحية اللي جاية. المدرسات اللي اختفوا على مدار السنين كانوا قرابين بتتقدم علشان تهدي الأرواح. العمر في العشرينات، مش متزوجين ومن مدن مختلفة. أنا المواصفات دي بتنطبق عليا بالظبط. الطقوس اتطورت لحاجة أكثر شر، وبقيت ممارسة سودة بتغذي الكائن الشرير اللي ساكن في المكان ده. عرفت إني لازم أهرب، بس وأنا بلف علشان أمشي الأوضة بدأت تتفاعل. الخيالات طالت أكتر وتلوت لحد ما أخدت أشكال شبه البشر. الغرفة اتملت همس وأصوات بتتكلم بلغة مش فاهماها. وفجأة طاقم المدرسة القديم بدأ يدخل الغرفة واحد ورا التاني، وكان معاهم مس نعمة اللي كانت خايفة ومكسوفة. ودلوقتي أدركت إنهم الحراس للطقوس دي، عيونهم ما كانش فيها أي رحمة، وبدأوا يرددوا نفس الكلام بلغة مرعبة ويقربوا مني. في لحظة غريزية خطفت مسك الغراب، لمسته، خلت شحنة طاقة تضرب في جسمي وأنا ماسكاه. حسيت بشعور غريب بالقوة كأنه وصلني بالأرواح دي، وقدرت أتواصل معاهم. المدرسين فضلوا ماشيين ناحيتي وهما بيرددوا بصوتهم تراتيل غريبة، بس أنا فضلت واقفة في مكاني وماسكة الماسك قدامي زي الدرع. وفي لحظة يأس عملت حاجة ما تتصدقش، بس الماسك. العالم حواليا اتغير في ثانية. الغرفة اختفت ولقيت نفسي لثواني في عالم تاني بين الأحياء والأموات. أرواح المقابر محوطاني وبيهمسولي بخليط ما بين الحزن والغضب. وفجأة حسيت إن قوية جدا، كأن الأرواح دي كلها بتدعمني. بتوجيه من الأرواح وجهت طاقة الماسك ضد المدرسين. الأوضة ظهرت تاني، بس المرة دي المدرسين وقفوا في مكانهم، ملامحهم اتحولت من الشر للخوف. قوة الماسك مع طاقة الأرواح كانت أقوى منهم بكتير. وفي حركة تحدي أخيرة قلعت الماسك ورميته بكل قوتي على الترابيزة. فجأة ظهر وميض نور قوي جدا غطى المكان كله.
فجأة التراتيل سكتت، المدرسين حطوا ايديهم على رؤوسهم وغمضوا عينيهم، صرخات من كائن مجهول مالت الغرفة، ودي كانت الفرصة اللي كنت مستنياها. هربت من الغرفة، فضلت اجري في ممرات لحد ما خرجت بره، فضلت اجري لحد ما رجلي ما بقتش شايلاني وانا ببكي وبنهج. لما وصلت الامان في الشارع بصيت ورايا لاخر مرة، انا نجيت، بس ذكريات اللي عشته وهتفضل معايا طول عمري. وعدت نفسي اني احكي قصتي وان العالم كله يعرف الرعب اللي مستخبي ورا المدرسة القديمة دي. وانا ماشية ببعد، اول خيوط النور بتاعة الفجر بدأت تظهر في الافق. الكابوس انتهى، بس صداها هيفضل يتردد في ممرات المدرسة دي لسنين طويلة.